السلام عليكم الغزالات، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم طبخ مليكه ام ياسر. نبداو الفيديو انا بصات الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم انا جبت لكم الخليط واحد جوج اشكال ديال حلوه لاكريم اقتصاديين ديال الناس البسطاء، وممكن انك ديريه مشروع وبزيرو درهم. غادي نقول لك كيفاش تخدمي بزيرو درهم وفيه ربح كتير، وان شاء الله تخدمي وهذا وقته. يعني راه هذا وقت حلوه لاكريم، خدميها وان شاء الله غادي تدخلي فيها مصروف وتشبعي معايا الفيديو. كيف قلت لكم هذه حلوه ديال الناس البسطاء، غادي تعجبكم وانا متاكده ان شاء الله. غير تبعوا معايا ومن خليط واحد جينواز اللي هي رائعه وحلوه، محبوبه المغاربه اللي كنا كنموتوا عليها وكنشريوها بزاف. انا جبتها لك وتبارك الله جبت لكم حلوه واش من حلوه، كل حلوه اللي كان وحده ما يزيدوا الثانيه. ودابا ان شاء الله غادي نخليكم باش غادي ندوزو ونكتشفوا المقادير عفوا والطريقه. غادي نبداو بمقادير ديال الجينواز اللي غادي نخرجوا منها جوج كيف قلت لكم ديال شكاله الحلوه. عندي 6 ديال البيضات، 6 الحبات ديال البيض كيف كتشوفوا معايا يكونوا حجم واحد. عندي 180 غرام ديال السكر سنيده، يعني كل بيضه كناخذوا ليها 30 غرام ديال السكر سنيده. عندي 3 المعالق، عندي 3 المعالق البنات ديال الماء، 3 المعالق ديال الماء. لا عندكم الحليب ديروا 3 المعالق ديال الحليب. وعندي 3 المعالق ديال الزيت، عندي 3 المعالق ديال الزيت. وعندي قبصه ديال الملحه، ضروري قبيصه الملحه. عندي جوج فانيات من وزن 7.5 غرام. وعندي خماره من وزن 8 غرام، عفوا 8 غرام. وعندي 180 غرام ديال الدقيق، يعني قد دقيق قد السكر، 180 في 180. دابا غادي ندوزو ان شاء الله للطريقه. هنا البنات انا غادي نطلعها في العجانه، واللي ما عندوش العجانه ياخذ الباتوغ. ضروري يكون عندك الباتوغ، راه مهم في هذه الحلوه هذه. كناخذ البيض كيف قلت لكم 6 ديال البيضات، وغادي ناخذ السكر والفاني، وغادي نطلعهم مزيان والملحه حتى وكان كيتبدل اللون ديالهم وكيتكاتف هكذا باش كنحصلوا على الخليط ديالنا. دابا هنا غادي نخليها البيض حتى كيطلع كيف قلت لكم وكيتبدل اللون ديالو تيتكاتف، يعني تيزيد ما تيبقاش غير هكذا شويه كيتكاتف لينا. انا المهم قلت لكم درت العجانه، اللي ما توفرش عنده العجانه يدير الباتوغ الطراب ديال الضو. كيف كتشوفوا معايا هنا راه تبدل اللون ديالو، ضاعف الحجم ديالو. غادي نضيف مثلا نحبش البنات نخليه وتنضيف الماء كيف ما كتشوفوا معايا. ومن بعد غادي نضيف الزيت. الا الدقيق البنات راه ما غنضيفوش وانا كنطرب، ضروري غادي نضيفو حتى الاخر وتنضيفو غير بلا سباتيل. كنبقى كنطلع من الفوق حتى لتحت غادي تشوفوا معايا. صافي هنا البنات هذا هو الخليط كيف ما كتشوفوا معايا. ودابا غادي ناخذ الدقيق كيف قلت لكم 180 غرام، وخماره من وزن 8 غرام. صافي وتنغربل مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي ناخذ لاسباتيل وغادي نبدا كنطلع من الفوق حتى لتحت بهذه الطريقه. هذه راها ساهله غير باش ما يهبطش لكم الخليط. هنا البنات خديت جوج لاطات، وهنا غادي نقسم العجين، وحده غادي ندير فيها اكثر من الاخرى كيف ما غادي تشوفوا معايا. لا غنديرها رولي، راه غندير فيها اكثر من الاخرى. صافي غادي نسرحهم وغندخلهم. انا نخدم غير بوحده وحده غنديرها في الثلاجه باش ما تخمرش. وغنشعل البوطه لتحت اللي كتكون مهيله حتى وكان كتبان ليا بدات كتضاعف الحجم ديالها وكتحمر من الجناب. كنشعلها من فوق، راه ما كتاخذش حتى 10 ديال الدقائق، ما طيبوهاش بزاف. غير دابا غندخلها الطيب وندوزو ان شاء الله للكريمه. بالنسبه للكريمه راه عندي هنا واحد 400 غرام ديال الكريمه. غادي نطلعها البنات بالعجانه ولا بالباتوغ حتى كتطلع مزيان. غادي تشوفوا معايا الا فيها السكر ما ديروش، ما كانش فيها. انا هنا عندي فيها السكر، ما احتاجيش انني ندير السكر. صافي هكا كنطلعها حتى وكان كتقال لينا الكريمه. صافي في هذه الاثناء راه غيطيبوا لي الجينواز كيف قلت لكم، حدا درتها في الثلاجه باش ما تخمرش ليا. وغادي ندوزو من بعد ما غادي طيب لينا الجينواز الاولى. المهم الاولى طابت لينا البنات كيف ما كتشوفوا معايا وهي باقا سخونه، راها غير ما تقصحوهاش باش ترولا ليكم. صافي غادي نجيب واحد الورق هنايا باش غادي نقلبها. صافي هنا جبت واحد الورق وقلبتها كيف ما كتشوفوا معايا، راه كطيب زوينه وما تتحرق ما حتى شي حاجه. وهي سخونه خصنا نروليوها البنات باش ما باش دغيا ترولا لكم في هذاك الورق نيت ديالها
هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا صافي. وغادي نحتفظ بها على جنب ونخليها حتى تبرد. عاد غادي ندوز باش غادي نضيف لها الكريمه من بعد ما بردات البنات. كيف ما كتشوفوا معايا صافي غادي ندوز باش غادي نوضع فيها الكريمه كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي نعاود نروليها بحال هكا صافي. وغادي ناخذ الكريمه وغادي نبقى كنعمل لها الكريمه من الجوانب ونعمل لها الكريمه كامله. ومن درتها بيضاء ممكن ديروا الشوكولا، ممكن كل واحد وكيفاش يبغيها. صافي بحال هكا صافي. تنقاد لها الوجه ديالها. وكيف قلت لكم البنات الا بغيتو تخدموهم كيفاش كتخدموهم بزيرو درهم، نتوما كتشدوا لي كوموند فاش كتجي عندكم الكليانه كتاخذوا من عندها العربون، وداك العربون اللي كتاخذوه من عندها هو اللي كتخدموا بيه. كيف ما كندير انا ملي كنبغي نشد لي كوموند انا هكذا تندير. كتاخذوا داك، ما تحتاجوش انكم نتوما تخدموا من عندكم، حتى هي كتجي عندكم كتاخذوا من عندها العربون وكتخدموا. يعني خدموها هذه كيكه اللي هي بسيطه وحتى المبتدئات راه ساهله ليهم. واحد الحليوه اللي هي زوينه واقتصادي وكتخرج لك كميه كبيره. فرحي بها وليداتك وخدمي حتى الكليان راه ان شاء الله في راس العام هي اللي غادي تبغى، وانا متاكده ان شاء الله انك غتدخلي منها مصروف. هنا البنات خديت كاوكاو كونكاسي، غير كاوكاو اللي حمرته شويه وما خليتوش انه تحرق. كنحمرو وتنبدا كنعملو من الجوانب. ممكن تعملوا شكلاط هكذا تشدو تقطعوا، ممكن تعملوا الكوك، ممكن تعملوا فيغميسين، ممكن تخليوها غير هكاك وتاخذوا شي فورشات وتعملوا هكذا امواج تموجات. يعني اللي بغيتو اللي حبيتو هو اللي غادي ديرو. صافي انا غادي نكملو نعمل لها من الجوانب. هنا البنات خديت لابوشادوي وعملت فيه لا كريم وخديت هكا كندير هكذا واحد الوريدات وكنوضع فوق منهم. انا خديت لي فخوي كونفي كيف ما كتشوفوا معايا، وهكذا كيف قلت لكم بسيطه وسهله وفي متناول الجميع. حنا غادي نحيد لها هكذا الجوانب ديالها كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي ننظف داكشي كامل غادي ننظف وتنحصلوا على هذا الكيك رولي كيف ما كتشوفوا معايا. صافي وغادي نحتفظ به في الثلاجه وغادي ندوز ان شاء الله للشكل الثاني حتى هو. المهم انا درت معكم كل حاجه بوحده اللي طيبتها راني وريتها لكم كيف ما كتشوفوا معايا. كتجي على هذا الشكل هذا. ودابا بالنسبه الجينواز الثانيه راها طابت لينا. غير هذه البنات انا راني بقيت ملي هي مع هذا الكيك هذا وخديتها شويه حمرات. شفتوها؟ اي نتوما ديروش بحالي. ديما تبقاو الكيك جينواس خاصكم تبقاو دايرين معاها ورادين ليها البال. دابا غادي نزول هذوك الجوانب كاملين غادي نحيدهم لها بالسكين وغادي نخلي داكشي اللي بغيت انا. اما دوك الجوانب البنات غادي شات لي لاكريم وغادي نعمل فيهم لاكريم وغيجيو زوين حتى شي حاجه ما كتضيع البنات. فقط غير كنحيد هاد الجوانب باش كنقاد الكيك ديالي. هنا راه كيبان لي قطعت وحده صغر من الثانيه ولكن غنقادها ماشي مشكله بحال هكا. وصافي هنا الكريمه راني غادي نوضعها وغادي نوضعها فوق في الاولى وعاد غادي ناخذ الثانيه وغادي نوضعها من الفوق كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. يعني ما كاين ما سهل من هاد الحليوه هذه، ولكن راه معشوقه المغاربه كلشي كيبغيها. صافي كنزول دوك الزوائد وكنبدا نقطع كيف ما كتشوفوا معايا. ضروري نمسحوا السكين لانه كيعمر بلا كريم. وفي هذا الاثناء راني عامله الشكلاط كيدوب في حمام مريم او باماغي كل واحد كيفاش كيسميه. صافي وغادي ناخذ بابي سلفوريزي او ورق الزبده. غير انا البنات درتهم كبار كل وحده نتوما ما ديروهمش كبار بحالي انا بركت غير على الكبر وكبرتهم. نتوما المهم انا عزيز عليا حاجه كبيره، كلشي متتبعين عارفين كنبغي الحاجه كبيره وهنا درتهم كبار بزاف. نتوما لا حاولوا انكم تصغروهم. صافي هكا كنتني وتنحط حتى غادي نكمل غندوز. ولكن الشكلاط البنات راه كتبغي الشكلاط وكثروا الشكلاط باش ما تجيكمش طبقه رقيقه وتهرس ليكم. وحتى المهم انا كنعطيكم داكشي اللي خصكم ديروه. صافي هكذا كنتنيها وتنخلي ما كنجي انا حيت الحلبات ما كنكمل وحده الاخرى كتبرد. صافي وكنخليهم يبردوا. من بعد ما بردوا البنات راني تنزول لهم الورق كيف ما كتشوفوا معايا. هنا غادي نزول لان الشكلاط كله غينزل ليا هنا وغادي كلشي غادي يعمر. غادي نحيد لها نزول لها الورق الزبده. ملي كتزولوا ورق الزبده راه ساهلين البنات. انا راني كبرتهم البنات. انا ما عرفتش علاش زاد لي الحاجه كبيره. شكون اللي بحالي زاد لي الحاجه كبيره؟ حتى ماما قالت لي راكي تبارك الله درتي كل وحده ماشي مشكله اللي كلا وحده ما يزيدوش الثانيه. صافي دابا ان شاء الله غادي ندوزو للمرحله الاخيره. هنا خديت واحد لابوش ودرت فيه لا كريم كنعمر الجوانب كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا.
وتنعمل فيغميسيل اسود بحال هكا. يعني راه ساهله. وانا البنات راني خديت الشكلاط وعملت واحد الخطوط، ولكن ما عرفتش كيفاش داك المقطع تمسح ليا الشو، راه هما واحد شرائط درتهم خطوط بحال هكا. صافي غادي نقسمها وغادي نشوفوها كيفاش جات. لا هي ولا الكيك رولي، يعني كيكه ديال البسطاء، كيك اللي بسيطه وكيكه اللي سهله واقتصاديه وتخرج لكم كميه كبيره. ما شاء الله انا ما حطيتهمش كاملين لان هنا ما كفانيش، لان الحلوه كبيره. صافي غادي نقسمها وغادي تشوفوها كيفاش كتجي من الوسط. صراحه كتجي غزاله وكتجي رائعه. نتمنى انكم تجربوها البنات وتردوا عليا. وهذه راه معشوقه المغاربه، شكون اللي ما كيبغيش هاد الحلوه هذه؟ كتجي غزاله، كتجي رائعه، سهله وبسيطه وفي متناول الجميع. وان شاء الله غادي تعجبكم وغادي تروحكم، غير جربوها ما غاديش تندموا. واكيد غادي نوريكم كل شيء كتشوفوه، وغادي نوريكم اي حاجه. يعني داكشي اللي كنعرفو داكشي اللي كنعرفو غنقولوا لكم. وجربوها كيف قلت لكم. هذا وقت الخدمه ديال حلوه لاكريم، استغلي اختي وتبعي النصيحه ديالي، وكوني على يقين انك غتخدمي مخير في هذا الشهر هذا. ودابا هانتوما شوفوا كيفاش كتجي رائعه وغزاله. هنا البنات غادي سالي الفيديو ديالنا وغادي سالي اليوم اشنو شاركت معكم. غادي نقول لكم الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لي لايك لي كومونتير زوين ديالكم. البنات اللي اول مره غينضموا للقناه ديالي يعملوا سبسكرايبس او ابوني، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بارطاجيو في مواقع التواصل الاجتماعي الاصدقاء ومع الاحباب باش تعم فائده. وغادي نقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر. ودائما مع مليكه ياسر. غادي نقول لكم السلام عليكم، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.